الانترو مهمه ودي اللي هنقول فيها ملخص الفيديو. السلام عليكم. فيديو النهارده مهم جدا بما اننا دلوقتي بنصور واحنا في الصيف، فاحنا دلوقتي في البرودكتيف ايرا اللي كله بيبقى عايز يعمل حاجات مفيده في الصيف، كله عايز يستغل وقته. فطبعا لو انت عايز تستغل وقتك، اهم او من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها هي تكون ان انت تتعلم لغه. واليونيفرسال لانجوج دلوقتي اللي داخله في كل حاجه، سواء شغل سواء سفر، في كل حاجه حرفيا هي الانجليش. فباذن الله في الفيديو ده هقول لكم ازاي تتعلموا الانجليش لدرجه انكم تتقبلوا في اي انترفيو. بمعنى ايه؟ بمعنى انكم تعرفوا ازاي تحسنوا الانجليش بتاعكم، ازاي تكونوا الجمل بسرعه، ازاي تظبطوا الجرامر من غير الطريقه الرتيبه في المذاكره الممله للجرامر. واهم حاجه ان انتوا الكلام يكون طالع منكم بتلقائيه، اللي اسمه فلوينسي، ان انت تتكلم بتلقى، ان انت كل الافكار بتطلع من دماغك من غير ما تقعد تترجم كتير. فكلها خطوات عمليه، تعالوا نشوف سوا. لو عايز الانجليش بتاعك يكون حلو، فاهم حاجه هي الكلام، وفي نفس الوقت ان انت تطور السنتنس ستراكشر عندك، الجرامر، البرونانسيشن، الاكسنت، كل ده على حسب انت عايز تقدم على ايه. فهو ده محور الفيديو، عشان كده هقولك على اكتر من طريقه لكل حاجه عشان تشوف الطريقه اللي مناسباك وحاسه ان هي كويسه معاك. الطريقه الاولى والسوبر بالنسبه لي اللي بستخدمها في كل اللغات اللي عايزه اتعلمها، وبجد الطريقه دي يا جماعه جباره بشكل انتوا مش متخيلينه، هي ان انا بشوف ايه المواضيع اللي انا المفروض اكون مغطياها في المستوى. يعني مثلا لو انا عايزه دلوقتي اخلص مستوى B1، هشوف ايه كل المستويات اللي المفروض تكون متغطيه في مستوى B1، وتقدروا بسهوله تجيبوها من على جوجل او تشات جي بي تي. فلو احنا المره دي مثلا اخترنا موضوع عن التربيه، ازاي اكتب عن التربيه، ازاي اتكلم عن التربيه بالانجلش، اول حاجه هعملها ان انا هدخل على تشات جي بي تي، اقول له ان هو يبعت لي تكست عن التربيه في مستوى B1 انجلش. بعد ما اقرا الموضوع كويس بشوف ايه الكي ووردز اللي انا ممكن استخدمها كتير بعد كده، كي ووردز جديده عليا. الموضوع المفروض ان هو ما يعديش ال5 كلمات عشان الموضوع ما يكونش مشتت وتركز في ان انت تكتب اكتر ما تتكلم. فاحنا بس هنطلع الكي ووردز اللي ممكن تستخدمها كتير وجديده عليك. ثالث حاجه ان انا بكتب نفس الموضوع بالظبط بس بطريقتي ومن دماغي المره دي، من غير ما ابص على اي حاجه، من غير ما ترجم. بحاول ارتجل انا الجمل من دماغي، احاول اكونها حتى لو انا ناسيه كلمه معينه، احاول اشوف لها بديل ابسط. لو انا مش حاسه ان الجرامر صح، لو انا مش متاكده، اكتبوا اكتبوا اكتبوا. الموضوع ده هيعلمكم في الاخر، هقول لكم ازاي نصحح الموضوع. احنا بالاربع خطوات اللي فاتوا طورنا ان احنا ازاي نفكر بالانجلش، وكمان ازاي نكتب بيه. فالمرحله الخامسه هتبقى ان انت تقرا اللي انت كتبته بصوت عالي، تقدروا تدخلوه على جوجل ترانسليت او ريفرسو. الطريقه الثانيه اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده بس احنا هنطبقها مع بعض في الفيديو ده، هي الشادوينج. If you get distracted, you get slapped. If you get distracted, you get slapped. I wish that was a service I could pay for. I wish that was a service I could pay for. نقطة كمان بعد ما خلصنا موضوع الشادوينج بالطريقة اللي وريتها لكم، هي ان انا لقيت وانا بدور لكم على ابلكيشنز في pronunciation app ان هو بيظبط لك النطق بتاعك. الميزة بالنسبة لي في الابلكيشن مش ان انت مثلا بتسمع الحرف بس بيطلع منين ازاي تنطقه صح، لا كمان ان هو بيوري لك كلمات على الحرف ده ازاي تتنطق صح. فانت ممكن وانت في المواصلات او كده تتسلف ان انت تفضل تشوف الكلمات دي بتتنطق ازاي وتقرا وراه. وفي كمان جمل تقدر تقراها في حرفين انت بتشادو على حاجة سهلة قوي ممكن تعملها في المواصلات. لو انت مثلا مش تعرف في المواصلات تفتح فيديو تقعد تشادو عليه، فاهمين؟ فانتوا عشان تستغلوا الوقت اللي بيبقى في المواصلات ده تقدروا تفتحوا الابلكيشن تقعدوا تعملوا شادوينج على الجمل والكلمات اللي موجوده. الموضوع ده ممكن يكون للليفلز اللي هي مثلا من A1 ل A2 بدايه البي 1. Lecture. Light. Feel. Low. I'll call you later. Linda doesn't feel well. Rabbit. Body. Rabbit. Student. Paragraph. Autograph. Good morning. I'm doing great. Photograph. Thank you. All right, let's dive into Standardize. Game. Game. More. Bomb. Camp. فنخلي الشادوينج بتاع اليوتيوب وكده ده يكون في الاوقات اللي احنا عندنا فيها وقت، او ان احنا في البيت حتى لو 10 دقايق في اليوم هتفرق معاكم جدا. والاوقات اللي احنا في المواصلات نحاول نشد على حاجات صغيره او نكتفي بالليسننج. يعني الطريقه الثالثه اللي بعملها قبل كل انترفيو دي اللي هجيب معاكم الاخر هي الشات جي بي تي كول. في ممكن كتير ما يعرفوش منكم ان في كول على الشات جي بي تي، مع اني قلت الموضوع ده كذا مره في كذا فيديو، بس انتوا بتسالوني في الكومنتس فهوريكم ازاي. Good morning, how you doing? I would like to improve my English, so please choose a random topic that's usually covered at B1 level and let's go ahead with it. Good morning. I'm doing great. Thank you. All right, let's dive into a B1 level topic. How about we talk about travel and its benefits? We can discuss places you'd like to visit, what you enjoy about traveling, and maybe even some challenges. How does that sound?
الطريقه الرابعه ممكن تكون غريبه شويه بس هي افكتيف بالنسبه لي، بعملها اوقات فور فن. هي اول حاجه ان انتوا تنزلوا لانجويج اكسشينج ابس زي مثلا هالو توك والحاجات دي، ان انتوا بتتكلموا مع النيتيفز في اي موضوع انتوا عايزينه. انا عن نفسي كنت حكيت الموضوع ده في فيديو الالماني، ان انا كنت عشان اطور الالماني بتاعي كنت بتكلم مع بنت اوكرانيه عايشه في المانيا عايزه تطور الالماني بتاعها، وانا كمان كنت بتكلم بيه. وقلت ان ميزه الموضوع ده ان انتوا بتتكلموا كلام حقيقي من غير ما تترجموا، انتوا عارفين انتوا بتكونوا بتتكلموا كول، فالموضوع لازم يكون سريع، فانتوا بتفضلوا تكونوا الجمل بسرعه وكده. فدي ميزه الموضوع ان هو بيساعدكم على الفلوينسي. عيب الموضوع ان لو الشخص اللي قدامكم مش متمكن من اللغه او ان هو مستواه اعلى منكم مش بيصحح لكم كتير خالص، ولو هو بينطق كلمه غلط وانت خدتها منه، عارفين الموضوع مش بيبقى بروفيشنال خلينا نقول. بس هو الموضوع حلو، وبالذات لو انتوا بتتكلموا مع النيتيفز عاديين جدا. الموضوع ده اظن بيبقى محتاج ان انت يبقى مستواك من A to B1 طبعا لما فوق يعني، فتقدروا تعملوا الموضوع ده في ابلكيشن هالو توك. في ابلكيشنز تانية لو بس كتبتوا لانجويج اكسشينج ابس هتطلع لكم. في حاجه انا بسميها في اللغات ديدلاين منتاليتي، ان انت لو مش حاسس ان انت مزنوق في الوقت، ان انت خلاص عندك ديدلاين وهتخلصه، بتفضل تتعلم اللغه ببطء جدا وممكن اصلا تسيبها. فازاي بحط نفسي تحت ضغط ان انا على طول عندي ديدلاين في الانجليش مثلا او في اي لغه انا بتعلمها عشان اطورها بسرعه، عشان اطورها بطريقه كويسه جدا انا اقدر اتكلم بيها؟ هي من خلال ان انا كنت، لو قلت الموضوع ده الاتش ار هيكرهوني، بس من خلال ان انا كنت بقدم على انترفيوز كتير، ان انا بقدم على شغل كتير جدا، حتى لو انا عارفه انا مش هشتغل دلوقتي مثلا، لا انا ممكن اشتغل في الصيف او كده، كنت برضو بقدم بحيث ان انا كنت بزنق نفسي. انا ببقى عارفه مثلا ان انا بعد ما اقدم بحوالي 3 ايام حد هيكلمني من الاتش ار، ويكون الانترفيو بتبقى بالانجلش، فانا محتاجه ان انا اطور بسرعه الحاجات البيزك كويستشنز اللي هم محتاجين يسالوها او كده. introduce yourself, what's your biggest strength and weakness، كل الكلام ده كنت بفضل اطور بسرعه. وان انا عموما بطور الانجليش بتاعي عشان ممكن يسالوني اي سؤال غير متوقع، فكنت بعمل الطرق اللي انا قلتها لكم اللي فاتت، بس وانا حاسه ان انا عندي ديدلاين، فانا بنجز في الموضوع. كل يوم كان لازم يبقى عندي وقت بس عشان اطور اللغه دي. فتقدروا تقدموا على شغل وتزنقوا نفسكم، وحتى لو انتوا عارفين انتوا مش هتشتغلوا دلوقتي، صدقوني موضوع الانترفيوز ده بيفرق بنسبه معينه طبعا عشان انتوا بتتكلموا في توبكس معينه، بس هو اوفرول بيحطكم في مود الديدلاين. وطبعا يعني يا حبذا لو انتوا عايزين تشتغلوا فعلا باللغه، لو احنا مثلا في الفيديو ده بنتكلم عن الانجليش، فانتوا تروحوا تشتغلوا حاجه زي الكاستمر سيرفيس، الانفايرمنت بتبقى كلها بتتكلم انجليش، هتلاقوا الناس هناك ما هم ماشيين كده بيتكلموا انجليش، سواء صح او غلط، بس غالبا بيبقى صح، بس الاكسنت ممكن ما تبقاش احسن حاجه عند الناس كلها. اتس اوكي، بس ان انت تكون في انفايرمنت فيها انجليش دي حاجه كويسه جدا، بتحفزك ان انت تتعلم جمل جديده، بتلقط جمل جديده اصلا وانت هناك. فكروا في موضوع الشغل، وفكروا في موضوع ان انتوا تقدموا على انترفيو لو انتوا مش هتشتغلوا. الطريقه الخامسه هي reading stories out loud. يعني ايه؟ ان انت تقرا قصص بصوت عالي. ده ممكن يكون من ناحيتين. الناحيه الاولى ان انت يكون عندك كتاب ستوري، اي ستوري انت بتحبها بالانجلش، تقعد تقراها بصوت عالي. الموضوع ده بالذات لو انت عملته بايموشنز حرفيا بيفرق معاك قوي، بتحس ان انت تقمصت شخصيه ان انت شخص بيتكلم بالانجلش، ان انت شخص نيتيف. الطريقه الثانيه من خلال ابلكيشن انا بحبه جدا اسمه اي ستوري. ده بيبقى عليه قصص كتيره، انت بتختار القصه اللي عجباك، بتقعد زي تقراها، بيبقى فيها تشابترز، واحيانا هو الابلكيشن نفسه ممكن يقرا لك لو انت عايز تسمع الستوري بعدها. ودي الميزه عن الطريقه الاولى، ان هو بيبقى فيه امتحان عشان يقيس فهمك، فانت بكده تكون طورت الاستماع بتاعك. لو انت قريتها بصوت عالي هتكون طورت التحدث عندك او البرونانسيشن او السبيكينج ايا كان، وكمان تكون استفهامك هل انت فعلا فاهم الكلام ده. غير ان اي ستوري بيدي لك الكلمات زي المين فوكاب اللي انت تكون محتاجها، المين فوكاب اللي ممكن تكون جديده عليك، الاكثر استخداما في الستوري، فتقدر كمان تتعلم كلمات جديده من الموضوع ده. الجزء اللي عندنا دلوقتي هو ازاي تهكر اللغه، بمعنى ان انت ازاي تكون بتفهم اللغه، ازاي بتتكلم بيها، ازاي بتكتب بيها، كل ده كانك شخص نيتيف بالظبط، كانك عايش دلوقتي في اليو اس. ودي الطريقه اللي بتلاقوا فيها لو واحد صاحبك كان عايش معاك والانجلش بتاعه مش حلو اصلا، ما يعرفش اي حاجه عن الانجلش، وراح امريكا في خلال سنه لو هو بيختلط بالناس وعارف ثقافه البلد، خلاص هو بيبقى نيتيف انجلش، بمعنى ان هو غطس نفسه في اللغه. ازاي تغطس نفسك في اللغه من غير ما تسافر بره؟ هي دي المين ثيم للفقره. بص يا سيدي، الموضوع ده من خلال حاجه اسمها comprehensible input. يعني ايه comprehensible input؟ ان انت حرفيا تبقى عمال تحشي دماغك بالانجلش من غير ما تاخد بالك، من غير مذاكره، من غير اي طريقه اكاديميه.
يعني انا بالنسبه لي بعمل الموضوع ده ازاي؟ بان انا بسمع اللغه اللي انا عايزه اتعلمها وانا في المواصلات وانا في الطريق لاي حته، بان انا قبل ما انام بحاول اسمع فيديو للغه دي. لو انا جت فتره بسكرول على السوشيال ميديا او كده بخلي السوشيال ميديا بتاعتي تتمحور حوالين اللغه دي حرفيا. انا بالنسبه لي الموضوع ده بعمله في الالماني، انتوا تقدروا تعملوه في الانجليش، وكمان شويه هريكومند تشانلز ليكم ممكن تكون عاجباكم. والمهم برضو في الموضوع ده ان انتوا تكونوا بتتفرجوا على المواضيع اللي انتوا فعلا مهتمين بيها، ما تتفرجوش على بودكاست شكله ممل بالنسبه لكم. في موضوع عن الديفورس، تشوفوا موضوع عن البيرنتنج، تشوفوا موضوع عن ازاي تتعلموا اللغات، ايا كان اي موضوع انت بتحبوه سواء كوره، عربيات، اي حاجه بجد تقدروا تدوروا عليها في اللغه دي، ده هيبقى comprehensible input ليكم. والطريقه دي هي اللي كل الهايبر بوليجلوتس بيتعلموا بيها. Comprehensible input. Comprehensible input. Comprehensible input. Comprehensible input. Through comprehensible input. Comprehensible input. ودلوقتي ازاي تطور الانجليش جرامر. هتتعلم الجرامر من غير اي تشتت من مصدر واحد، والمصدر ده هيكون البريتش كونسل. وطبعا زي ما متعودين كل المصادر في الفيديو ده مجانيه بالكامل، وهحط لكم اللينك بتاعها في البايو، فميك شور انكم عاملين سبسكرايب عشان تشوفوا مصادر اكتر. دلوقتي انتوا هتدخلوا على جوجل تكتبوا عادي جدا بريتش كونسل جرامر، هتلاقوا طلع لكم على طول الجرامر بكل المستويات اللي انتوا شايفينها. هتختاروا المستوى اللي انتوا عايزين تتعلموه. بعد لما تدخلوا على المستوى بتاعكم هتلاقوا كل درس جرامر لوحده. انا بالنسبه لي لو في رول معينه من الجرامر وقعت مني بحب ان انا ادخل اسال تشات جي بي تي عليها يشرحها لي ويديني تدريب عليها. فانتوا عندكم التو ميثودز دول، لو انتوا عايزين تمشوا بالترتيب بطريقه منظمه عندكم طريقه البريتش كونسل. لو انتوا في بس رول واحده كده معينه واقعه منكم تقدروا تخشوا على تشات جي بي تي. وموضوع التدريبات عموما على تشات جي بي تي دي مسليه قوي، الميزه ان انتوا بتلاقوا اللي انتوا عايزينه بالظبط وبيشرحها لكم ويفضل يعيد لكم لحد ما تفهموها. عبد مفيد يعني. حاجه كمان افتكرت ان انا كنت بعملها الصيف اللي فات، وهي البريتش كونسل اب. ده بيبقى زي، لو انا فاكره بالظبط هحط لكم اللينك بتاع الاب تقدروا تشوفوه بنفسكم. كانوا عباره عن امتحانات، كنت كل شويه تقريبا طول اليوم كنت بفضل اعمل امتحانات واشوف انا بغلط في ايه، واشوف ايه الرول بتاع السؤال اللي انا غلطت فيه، اروح افهمها كويس واحل عليها. بعد كده ارجع احل الامتحان تاني، اشوف لو في فوكاب معينه انا مش معرضه ليها في موضوع معين، في موضوع انا ما اعرفش عنه اي حاجه والمفروض ان انا اكون مغطياه في المستوى بتاعي كنت بشوفه، وهكذا. فموضوع ان انتوا تفضلوا تعملوا امتحانات الموضوع ده مفيد جدا. فعندكم البريتش كونسل اب حلو جدا فري، تقدروا تعملوا امتحانات زي ما انتوا عايزين. واللي انا فاكراه برضو ان هو كان بيبقى ليه وقت معين، فبرضو الديدلاين منتاليتي بتبقى معاكم ان انتوا عايزين تركزوا بسرعه ان انتوا تفهموا الجمله وتترجموها. مفيش وقت ولا تترجموا ولا تعملوا حاجه بره، كله من دماغكم. فبتحطوا دماغكم تحت ضغط في الوقت ده بحيث ان انتوا تطوروا اللغه بسرعه. سؤال مهم جدا، ازاي تعرف المستوى بتاعك في الانجليش، ازاي تعرف مستوى اللغه بتاعك. برضو البريتش كونسل عامله لك اوبشن ان انت تقدر تمتحن مستواك اونلاين فري، كل حاجه فري زي ما قلنا. فتقدروا تشوفوا مستواكم بعدها تحددوا بقى كل الحاجات اللي كانت في الفيديو ده. ودلوقتي احنا خلصنا الفيديو. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس. دي لو مشيتوا عليها ان شاء الله بمده بسيطه جدا بالاستمراريه هتتقبلوا في اي انترفيو، هتتقبلوا في اي سفر محتاج مستوى انجليش كويس. اي حاجه محتاجينها في الانجليش ان شاء الله هتتقبلوا فيها. وانا جايه في بالي دلوقتي فكره ان احنا نبقى نعمل فيديو عن لو عايز تتقبل في الشغل تعمل ايه، ازاي لو انت هتقدم على شغل بالانجليش، سواء اي شغل بالانجليش، مش عايزه احدد حاجه معينه، ازاي تتقبل فيه. نتدرب سوا على الاسئله اللي بتبقى موجوده دايما في الانترفيوز، ايه الحاجه اللي تعملها بالظبط قبلها عشان تبقى مستعده للانترفيو، كل ده. فقولوا لي لو عايزين الفكره دي في الجزء الثاني.